عالميه كسبنا فيها الميداليه الذهبيه، كسبنا فيها جامد. بطلنا الكبير محمد ابو ستيت فاز فيها بشكل يعني جميل جدا على يمكن اللاعب الروسي نيكيتا في المباراه النهائيه. الرياضه دي بتنتشر بشكل كبير في الفتره اللي فاتت. يمكن النهارده كان لسه في بطوله الجمهوريه للبراعم، وضيفي الكريم لسه سايب اللعيبه هناك وجالنا عشان خاطر يحضر معانا على الهوا. خلوني بس هرحب بضيفي الكريم الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. مساء الخير يا فندم. اهلا بك مستر حاتم. نورت. ربي يعزك. اولا انا سعيد جدا حضرتك جيت، ويعني شكرا ان حضرتك جيت وسايب يمكن البراعم بيخلصوا البطوله لسه شغاله. حقيقي النهارده بطوله الجمهوريه للبراعم دي البطوله الجمهوريه الثانيه في تاريخ الاتحاد. حاجه كده مفاجاه. احنا توقعاتنا يبقى يشارك تقريبا على مستوى الجمهوريه 300 لاعب او حاجه. البطوله عدت 1200 لاعب من الاطفال ال7 سنين لل9 سنين. يعني حاجه كده بتخليك فخور ان مصر فيها الكوادر الجميله دي من الاطفال الصغيرين ومن المدربين اللي طلعتهم. حلو، جميل جدا الكلام ده. خليني ده هاخد من كلامك وابتدي اسالك بقى. رياضه الكيك بوكسنج ابتدت امتى في مصر؟ وما هذا الانتشار الفظيع في الفتره الاخيره؟ هشرح لحضرتك. اولا رياضه الكيك بوكسنج في العالم من السبعينات، وانتشرت بشكل كبير بسبب افلام السينما وفان دام والنماذج دي. في مصر دخلت سنه 1999، ولكن تصورها الاساسي كانت لجنه جوه اتحادات اخرى. كنا جوه اتحاد الملاكمه، جوه اتحاد الكونغ فو، ما كانش لينا كيان. لعبتنا فضلت تكبر جوه الكيانات دي لحد ما بقت كيانها اكبر من الكيانات دي، اكبر في الاعداد. الى حد قعدنا كتير قوي نحاول نعمل اتحاد، ولكن الالعاب النزاليه الاخرى كانت شايفانا خطر عليهم بشكل عام. ده موجود في العالم وكان بقى موجود في مصر. اخيرا انتصر لينا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واتعمل لنا اتحاد مستقل لرياضه الكيك بوكسنج. ده بقى له سنتين تقريبا، سنه ونص. 28/1/2020. تمام. تقريبا سنه ونص. سنه ونص. تخيل حضرتك في السنه ونص دي اول ايفنت عملناه كنا حوالي 5000 لاعب، وتوالت الاحداث على كده. احنا عندنا دلوقتي في السنه الاولى قدرنا نعدي حاجز ال1000 مدرب. تمام. قدرنا نوصل لكل محافظات مصر. دلوقتي رياضه الكيك بوكسنج بسبب حب الولاد ليها اصبحت في كل نادي، في كل مركز شباب، في كل جيم خاص. رياضه الكيك بوكسنج يعني فئات المجتمع المختلفه بتحبها، كريمه المجتمع بتحبها، الاوساط البسيطه وبتحبها، الاوساط المتوسطه في المجتمع بتحبها. اي حد ممكن يلعبها، اي حد ممكن يلعبها، يلعبها. مكلفه يعني، عايزه اكل بس كويس وسيستم تدريب، صح كده؟ الله عليك. وافكارنا الاساسيه في نشر اللعبه ديت ان احنا نشتغل فيها مش بس الهدف البطوله، كمان هدف الممارسه، ان اللعبه تبقى موجوده في كل بيت. وبالفعل انا وانا داخل الاستوديو بسلم على المصور بتاع حضرتك، قال لي انا ابني بيلعب كيك بوكسنج. ايوه لسه. فرحني فعلا. وفي كل مكان بروحه الكيك بوكسنج بينتشر. مدربينا بقى عندهم الفكر ده، ان الولد جاي لك تحببه في الرياضه، في رقم واحد تحببه في رياضه الكيك بوكسنج. أيوة. رقم اتنين تحاول تاخد ولاده. فبقينا الحمد لله الى حد ما بيتقال علينا دلوقتي قربنا نبقى اللعبه اللي بعد كره القدم. مش كلام تفاؤل، ولكن تقدر تسال زمايلك. قوي كده يعني، نقدر نقول قوي كده. هقول لحضرتك على حاجه. اقدر اقول بالمعدلات لما اجي اعمل بطوله بلعب فيها من الدور ال 128 حاجه في البراعم، حاجه كبيره. لما اقول لحضرتك ان احنا تعليمات الاتحاد الدولي بنلعب 3 سنين المراحل المختلفه. أيوة. احنا محليا عملناها سنه. دي السنه الثانيه لينا، سنه. يعني انا قسمت البطوله يعتبر على 3 اجزاء، والعب من دور ال 228 ودور ال 64. المتخصصين في الالعاب النزاليه يعرفوا ان الامر ده صعب جدا. قدرنا نوصل له في سنه واحده، وده توفيق ربنا لينا. وعندنا امل ان الرياضه دي يتقال عليها الرياضه الاولى في مصر. عندنا امل بانجازاتنا. احنا في السنه الاولى اذا كانت توصل لحضرتك المعلومات، احنا اول كاس افريقيا في اول مشاركه. يعني اول ما طلعنا نسلم على الافارقه جبنا اول كاس افريقيا. البطوله العربيه الاولى لسه جايين من اسبوعين، الحمد لله ربنا كرمنا. المنتخب السيدات الاول، منتخب الرجال بالعافيه الثاني. يعني بالعافيه عشان هو في عافيه، مش عشان ان هو في عافيه. اقول يعني لحضرتك يعني ايه بالعافيه؟ هقول لحضرتك المنافسه قويه جدا. كنا بنتكلم على ستايل كيوان. العراق مشاركه في كل الستايلات، في كل الموازين، في كل المراحل، واحنا رايحين بعدد مش في كل الستايلات. الى ان المنافسه القويه دي انتهت في النهايه ان احنا مركز ثاني، ولكن في عيون العرب احنا اول سيدات، وفي عيون العرب مركز ثاني ده اول برضه. فبشكل عام لما نكون في اول سنه لينا واول افارقه واول عرب، بالنسبه لنا احنا شايفين الحمد لله ان الرياضه بتاعتنا رايحه بشكل كبير. عايز اقول رايحه للقمه بشكل كبير. تمام. عايز اقول لك اختياراتنا كمان في منتخباتنا بادئين، خدنا المنتخبات الولاد 19 سنه. احنا عندنا لعيبه قدام وعندنا لعيبه كويسين، بس لما كان في مقارنه في تصفيات المنتخب في التجارب، لا ناخد الصغير هو اللي هيدينا اكتر. عندنا امل في اول مشاركات عالميه لينا يبقى لينا انجاز. لعبتنا الحمد لله تم الاعتراف بيها اولمبيا. عندنا امل ان احنا نجهز. انا دلوقتي عندي منتخب البراعم في البدايه، انا بكون منتخب براعم.
وبكون منتخب ناشئين. تمام. يبقى الكات تارجت بتاعي اللي الناشئين دول بعد كام سنه، 4 سنين 8 سنين في باريس في لوس انجلوس يبقى عندي بطل اولمبي. عندنا بص اللي بيدير الاتحاد بتاعنا ده كلهم فنيين، كانوا لعيبه او كانوا مدربين. الناس بتحب اللعبه دي، كلهم عندهم هدف اللعبه التارجت رقم 1 في مصر. تمام. النتائج نتائج عالميه، الانجاز انجاز اولمبي الناس تحلم بيه وتفكر فيه. احنا كلنا عزيمه على ده وماشيين فيه، والحمد لله طيب. كل يوم نتائجنا تثبت ده. انت فتحت لي مليون سؤال، وانا عاجبني جدا طريقه حماسك للموضوع، وقد ايه انت حابب الموضوع، عايز توصل لنا بمنتهى الحماس ان انت اللعبه دي جميله، واللعبه دي هتبقى بعد كره القدم، واللعبه دي هتعمل نتائج وعامله اوريدي نتائج. ده جميل جدا. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. هذا الكم من التيم وورك والحب باين في الفرق اللي بتلعب واللعيبه، وان انتشار اللعبه بهذا الكم، ايه اللي ناقصك ان انت تبقى بعد كره القدم على طول؟ بص، رقم 1 في الرياضات بتاعتنا ماركتنج. رقم 1 في اي شيء في الدنيا ماركتنج. احنا بنحاول نسوق لده انتوا كويس. كلكم شباب وفكر جديد، ويعني ما ايه اللي ناقصكم؟ هو احنا ماركت بقى الشغل ما بتاعكم. انا جاي، انا الرساله اللي انا جاي لك بيها اخاطب كل ولي امر في البيت، ان ابنك لو عنده فرط حركه، ابنك لو منزوي جوه البيت، ابنك لو عايزه يبقى بطل، وديه لمدربين الكيك بوكسنج، اهناهم بشكل كويس ان نقدر نصنع ابطال. ولو هو عنده مشكله في السلوك، رياضتنا بتقومها. ده في الانتشار. في النتائج عندنا خطط عمل للمراحل المختلفه لانجاز الكيك بوكسنج. رياضتنا فيها استثمار رياضي. رياضتنا رجال الاعمال في العالم اللي بتحب تستثمر في مجال الرياضه، الشو الكبير قوي موجود عندنا. احنا دلوقتي في العالم سبقنا مصارعه المحترفين اللي هي بتشوفوها في الاعلام، ولسه الشعب المصري بيتفرج عليها وبيحبها. احنا سبقنا لان احنا قتال حقيقي. احنا في العالم لينا سوق كبير، لينا قنوات كامله بتشتغل علينا. ليه مش برامج تلفزيونيه، قنوات كامله بتشتغل علينا. اشمعنى انتوا يعني ما في حاجات تانية، العاب تانية؟ ليه الكيك بوكسنج؟ ليه؟ الكيك بوكسنج رياضه نزاليه بنستخدم فيها اسلحه الجسم مختلفه، بنستخدم فيها الايد والرجل، وفي منها صيادات فيها الركبه. مش بس كده، بتشتغل بكذا طريقه. في طريقه فيها اكثر قوه زي اساليب الحلقه، الفول كونتاكت، الكي 1، اللو كيك. الاساليب دي فيها قوه قوي في القتال. في اساليب اقل قوه زي اللايت، زي السيمي، اللي وانا بحب العب رياضه بس مش عايز اصابات. في اساليب اكثر استعراضا، زي يعني بتميل زي الجمباز. مش هي بقى جمباز، عندنا ميوزيكال فورمز بيتلعب على نغمات الموسيقى، فيها عروض للمهارات. بيستخدموها الناس في التخسيس، بيستخدموها الناس كاسلوب حياه في الرياضه. ده سبب من الاسباب اللي بنقول هنسبق الجميع. انت حببتني في الرياضه دي، يعني انا عندي هتلعبها. 50 سنه هرجع العب رياضه تاني بعد الووتر مش باين بولو عليك، من مش باين 30 عليك، سنه. مش باين عليك، الله يعذر لك. طيب، من كلامك كده بستشف ان هي رياضه ممكن اي حد يلعبها، وخليني انزل شويه كمان انها ممكن تتلعب في الشارع، صح كده؟ هقول لحضرتك. عايز اخد من الكلام ده ان انا مراكز الشباب اخبارها ايه؟ طب هوضح لحضرتك بس الاول، او اي حد يلعبها وبعدين يروح مراكز الشباب. اوكي. اي حد يلعبها. احنا الرياضه في الاصل رياضه دفاع عن النفس، فاي حد مش لازم يبقى بيلعب عشان يبقى بطل. احنا عندنا ده هدف وتارجت ان احنا نصنع ابطال، بس في هدف اخر ان انا اقدر ادافع عن نفسي، ان صحتي تبقى كويسه. ان صحتي تبقى كويسه جوه الرياضه، العب كيك بوكسنج. بس الكيك بوكسنج اختلافه عن الرياضات الاخرى، ما كل الرياضات تخلي صحتك كويسه، انك كمان تقدر تدافع عن نفسك. يعني حضرتك بتروح تلعب رياضه. طب ما الكاراتيه والتايكوندو كده؟ لا احنا والجودو كده؟ يعني انا مش عايز اتكلم عن العاب اخرى، بس عايز اقول لك ان احنا مش هتكلم عن الاخر، احنا متكاملين في اسلحه الجسم في التعامل مع الاخر. يعني حضرتك انا بستخدم الضربات الايد، انا قلت لك في قوه، في اكثر قوه واقل قوه. بستخدم ضربات الايد بقوه كامله. اللي بيروح يلعب العاب اخرى هتلاقيه في بوينت، لكن يعني هتلاقيه مثلا بيتفرج على اولمبياد الكاراتيه، الولد اللي ضرب الولد الجامد خسر، اللي كان اللاعب بتاع السعوديه. لا احنا عندنا في فول باور لو انت عايز. فيها فعلا تقدر تدافع عن نفسك. يعني تقدر تعمل الاثنين، رياضه واعرف ادافع عن نفسي. لو راجل كبير وعجوز ولا ست ولا بنت في الشارع، تقدر تتعلم تدافع عن نفسها ضد اي موقف. عشان كده عملنا مبادرات زي مبادره لا للتحرش، قدرنا نوصل بيها لكل مراكز شباب الجمهوريه. بوصل مراكز الشباب اللي حضرتك سالت عليها. احنا التارجت بتاعنا ان احنا نوصل لكل بيت، ان كل الناس تلعب كيك بوكسنج. مراكز شباب مصر، اي اقرب، بكلم كل الناس بتتفرج علينا، اقرب مركز شباب فيه انزل اسال على مدرب الكيك بوكسنج هتلاقي. مش المراكز شباب، الانديه هتلاقي، الجيمات الصغيره هتلاقي. احنا بنحاول نخترق على قد ما نقدر، وعندنا بس في جميع المحافظات ولا في القاهره في بس؟ كل مصر. عندنا حاجه بس ناقصه،
ان الاعلاميين في مصر ياخدوا بالهم من اللعبه دي. ما حضرتك قاعد اهو بتتكلم في وسط برنامج يعني الحمد لله يعني مع الفضاء جمال المصري. حاتم بيه واختياراته ورجالتك ورجاله العمل اللي مش شغاله على البرنامج، انا بشكركم طبعا. ده ولكن دورنا يا فندم، ما تشكرناش، ده دورنا. الله يعزك. ولكن اللي انا اقصده هنا ايه؟ اني الاقي ولادنا ابطالنا دول، انا طالع في بطوله عربيه ب 16 ميداليه، عارف بطوله افريقيا جايين باول افريقيا، يلاقوا الدعم الاعلامي المناسب طب اللي يا يخلي فندم ولادنا ادي يتشاور عليهم. دعوه مفتوحه لحضرتك والكابتن محمد ابو ستيت اللي لسه واخد البطوله دي، يا ريت يشرفنا هو في البرنامج الملعب. تمام. واولادنا الابطال باذن الله، اي بطل بيرفع علم مصر او بيجيب ميداليه لمصر، اهلا وسهلا على راسنا من فوق، يجي هنا ويشرفنا ويتكلم ويحكي للناس كلها، ولازم نقول لهم هم مين وعمل ايه. عايز اقول لك انا عندي ولاد شاركنا بطوله عربيه، وهتكلم طبعا عن كابتن محمد. واحنا بنشارك في بطوله عربيه، عندي ولاد نزلوا في ستايلين جابوا الاثنين ذهب. اتقال عليهم من افضل لعيبه في البطوله، وفي الافريقيه اتقال عليهم من افضل لعيبه في البطوله. انا طبعا انا برضو بتمنى على حضرتك ان احنا نجيبهم ونتكلم معاهم، يا ريت. لان ده دعم كبير. مش بس في الملعب، في البرامج التانية كلها يعني بس شرفونا بس. الله عليك. في نماذج اخرى، يعني عايز اقول لك قد ايه رياضتنا واصله. رياضتنا دخلت جوه الجيوش، رياضتنا دلوقتي دخلنا اكتر من جهه عسكريه بداوا يلعبوا كيك بوكسنج. رياضتنا بدات تنتشر في جوه الجامعات جوه المدارس، وده بيدينا انطلاقه كبيره. النماذج اللي بتلعب رياضتنا، كابتن محمد عبده كنموذج حضرتك ذكرته، انسان متعلم عامل دكتوراه، ضابط في القوات الجويه، نماذج مشرفه بتلعب الرياضه بتاعتنا. صحيح. فده اللي بيخلينا بندعي كل الناس لاعب ابنك كيك بوكسنج، ده الاساس، ده الاساس من زيارتي لحضرتك، وده الهدف اساسا. تمام. ده شيء جميل، بس خليني يعني في حدث كبير ما ينفعش ان انا اغفله، وهو فوز كابتن محمد ابو ستيت ببطوله العالم اللي كانت معموله عندنا هنا في بلدنا. تمام. وكان بيشارك فيها اعتقد 22 دوله، والناس كانت جامده جدا، صح؟ لا احنا لعبنا بطوله الصامبو كان فيها 22 دوله. ده حدث اخر. لكن دلوقتي حضرتك بتتكلم عن احنا في مصر احد اللجان لجنه اللي الصامبو عملنا البطوله. كابتن محمد. احنا عندنا الكيك بوكسنج ليه اشكال وانواع، وفي طرق للعب. انا اتكلمت عن الطرق من شويه وستايلات، لكن في الكيك بوكسنج فيه شكل احترافي، في بطولات عالم للهوايه، ده موضوع لاعب فيها عشان يبقى بطل عالم ممكن يلعب له 30 ماتش وما يوصلش بطوله العالم. تمام. وعندنا الشكل الاحترافي زي ما حضرتك بتشوف ملاكمه المحترفين، تايسون كلي كان بطل عالم في الاولمبياد، ده موضوع. محمد علي تايسون، لكن كلاعب بطل عالم ده موضوع في الهواه، لكن بطل عالم محترفين ده موضوع اخر. احنا عندنا منظمات عامله في مجال الاحتراف في العالم. كان في فيلم اسمه بويكا، هو ده هو احنا اللي بنضرب جامد. هو وفان دام برضه نفس القصه. فان دام بس كان الناس في البدايه كانوا بيقولوا على ده العاب اخرى، اسماء مش عايز اذكر، بس كانوا بيقولوا العاب اخرى، لكن هو ده الكيك بوكسنج. هو ده الكيك بوكسنج، هو ده الكيك بوكسنج اللي انتشر في العالم. تمام. والكيك بوكسنج دوت في منه انواع مش قاسيه قوي، يعني في نوع قاسي قوي بنستخدمه في الحاجات العسكريه، في انواع اقل عنفا، وفي انواع اقصى يعني عامله زي الباليه، زي الميوزيكال فورمز. فخلى حضرتك لو داخل بولادك بتدور تلعبهم ايه، في واحد عايز يلعب رياضه قتاليه وحد عايز يلعب حاجه فيها موسيقى ودلع، هتلاقي الاثنين عندنا في الكيك بوكسنج. تمام. ده سبب انتشارنا. طيب البطوله اللي شارك في بطوله العالم شارك فيها محمد ابو ستيت، كلمني عنها. في نموذج من احنا في الاتحاد المصري للكيك بوكسنج بدانا نتبنى فكره العمل الاحترافي. العمل الاحترافي مقصود فيه هنا نموذج من العابنا اسمه بطولات دوليه محترفين. في منظمات احنا بدانا اكتر من نموذج، في منظمه اير فورس 1، في منظمه هونر، في منظمه سوبر نوفا. يعني منظمات بتشتغل في دول اخرى حبت تشتغل في المجال الاحترافي في مصر، بيبقى تحديات من ابطال عالميين على لقب. اتعمل تحدي في البطوله العالميه للمحترفين، البطوله الدوليه للمحترفين، احد اللقاءات الاحترافيه الدوليه بين بطل روسيا بطل قوي والبطل محمد عبده، ومجموعه نزالات اخرى فيهم ابطال مصريين كبار على هامش هذا اللقاء. تمام. والجميل في كابتن محمد ان هو يعني بتتبناه المؤسسه العسكريه بعظمتها جوه مصر، مع انه وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي بيعتبر اللعبه دي هي احد انجازاته، لان هو احنا قعدنا 20 سنه نجري عشان نعمل اتحاد، وفي الاخر جت على دي هو، والانجازات دي كلها اتعملت في وجوده هو. كل ده بقى اتبلور في بطوله اير فورس 1 اللي كانت بدايتها فرحه ان كابتن محمد عبده بيلاعب بطل روسيا وانتصر فيها في المباراه دي. عايز اقول لك احنا كلنا اتعمل يعني من اكبر المباريات بالنسبه لنا في لعبه الكيك بوكس اللي اتعمل لها بروباجندا ليها، ان كان فيها يعني موجوده في الشوارع، موجوده في وسائل الاعلام، فده سبب فرحتنا في البطوله. تمام. ولكن النموذج ده احنا بنوعد المصريين انه يتكرر مئات المرات، لان في العالم
لما بتدور على الكيك بوكسنج هي عامله زي هي حضرتك داخله اولمبياد ولا مش داخله اولمبياد؟ داخله الاولمبياد. داخله يعني في باريس اللي جايه هنشوفها. احنا 24. تم الاعتراف برياضه الكيك بوكسنج كرياضه اولمبيه، اما وجودها في باريس او لوس انجلوس دوت بيرجع للجنه الاولمبيه الدوليه انها هتحط اللعبه دي او لا، بس هي موجوده كلعبه اولمبيه وتم الاعتراف بيها بشكل كامل. تمام. ده على تصور طب الهوايه. سؤال سريع عشان احنا قدامنا دقيقه ونص وانا عايز اسال السؤال ده، مش هسيبك غير ما تقول لي. ما بتفكرش ان انت بالحلبه بتاعت الكيك بوكسنج دي تاخدها في حته سياحيه وتلعب رياضه سياحيه وسياحه رياضيه في نفس الوقت؟ اللي انت قلته ده مفتاح كبير قوي. بتمنى على وزير السياحه المصري، بتمنى على رجال الاعمال المصريين، ابحثوا عن كلمه كيك بوكسنج، شوفوها في العالم بتتعمل، يعني بتصرف عليها مش اقدر اقول مليارات، وبتجيب مليارات. نحب نعمل نماذج زي دي جوه سفح الهرم، نحب نعمل نماذج زي دي في الاقصر، في اسوان، في شرم، نحب نعمل النماذج دي بالشكل الابهاري اللي انتوا شفتوه. جميل ان الحلبه ممكن تنقلها زي ملعب الاسكواش ما كان بيتنقل كده. 7 متر في 7 متر، جوه 6 ومن بره متر زياده، 7 متر في 7 متر، نقدر نروح بيها في اي مكان، ونقدر نعملها في اوبن اريا وفي اماكن مفتوحه او مقفوله. بالظبط. لو مع بعض رجال الاعمال المصريين او الاجانب اللي حابين ده، الامر ده بيجتذب الاطفال وبيجتذب الشباب وبيجتذب الكبار. حضرتك لما تيجي تتفرج على المباراه هتلاقيها واخداك شداك. بنتمنى على النوع ده من الاستثمار الرياضي انه ينتشر في مصر. يعني رئيس الجمهوريه، وزير الشباب والرياضه، القيادات في مصر بتدور على موارد اخرى للاستثمار. الكيك بوكسنج احد هذه الموارد. ما بتفكروش تعملوا فيلم عن الكيك بوكسنج زي امريكا والناشونال هيرو والحاجات اللي احنا بنشوفها دي؟ عايز اقول لك ان في تصورات اتعملت في مصر قبل كده عشان يقربوا مننا ككيك بوكسنج قبل ما يتعرف ان ده كيك بوكسنج. ولكن عندنا امل ان في اعلاميين في مصر يحبوا يجربوا النموذج ده. النموذج ده محبوب جدا، النموذج البطل اللي بيحارب وبيقاتل عشان يبقى بطل. اتمنى ده يكون يعني اللي انت قلته ده هينقلنا نقله غير عاديه. اتمنى يكون موجود في السينما المصريه. بشكرك شكرا جزيلا محمد صبيح، كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، نورتني. انا اكتر. شكرا جزيلا. انا اكتر. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله وفريق اخر